باش نوجدو اللحم محمر في الفران كنحتاجو اللحم على حساب عدد الافراد. كنضيف معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الابزار الاسود، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء بابريكا. كنضيف الحار، يعني كيبقى الحار اختياري على حساب الذوق. عندي معلقه ديال الملح، 4 الفصوص ديال الثوم، 4 كاس ديال الماء. كنخلط هذيك التوابل ديالي كامله حتى كتجانس مع بعضها. كنفضل اني نخلط بالايد من الافضل. كنخلطها مزيان وكنشرمل الطريفات ديال اللحم ديالي. كنشرب هذيك الشرموله كامله، كندخل ديك التوابل مزيان مع الطريفات ديال اللحم باش كيتشربوا هذيك التوابل وكيجيو بنان. انا هنا كنخلي اللحم ديالي 4 ديال الساعات. انا الا كنتو ما مزروبينش ممكن اننا نوجدوه في ليله كامله، كنخليه مرقد لمده ليله كامله وعاد كنطيبوه في لاغد ليه. كيجي اللحم بنين بزاف وكيجي واحد الطريقه اللي كتجي هائله. كنكمل الحمات ديالي وكنخليهم 4 ديال الساعات، ومن بعد كنضيفهم في واحد الكسكاس وكنوضع فوق البرمه وكنغطيه ونخليه يتبخر. هذه طريقه اللي كتجي ساهله اننا كنبخروه في الاول. هنا كنرافقوه بالبطاطا، كنقطعها مكعبات على هذا الشكل هذا. ممكن اننا نضيفوا اي خضره كنتوفروا عليها، ممكن اننا نسوطيو الخضره ما نبخروهاش. انا هنا فضلت انني نبخرها. كنكمل البطاطا ديالي مزيان، ومن بعد كناخذ التوابل هي الفلفله حمراء، الكمون، الخرقوم، الابزار والملح وزريعه القزبر. كنضيفهم لواحد الاناء. عندي هنا القزبر ومعدنوس خضرين، وكنضيف الثوم والملح. عندي القليل من الزيت. انا هنا هاد الكميه اللي ضفت ديال الزيت ما كفاتنيش، زدت القليل من الزيت اخر. كنحرك هذيك التوابل كنخلطها مزيان. وعندي هنا كميه من الرز اللي سلقتها من قبل، كنضيف عليها نصف الكميه ديال هذيك الشرموله اللي وجدت وكنخلطها مزيان وكنخليها على جنب. انا حتى كنحيد اللحم بعد ما كيطيب ليا اللحم كندخلو للفران، ومن بعد كنضيف البطاطا والرز يتبخروا في الكسكاس. هنا كنضيف البطاطا وكنشرملها حتى هي بداك الشرموله اللي بقات لي. كتجي بنينه بزاف وهائله. هنا من بعد ما طاب ليا اللحم كناخذو كندهنوه بالزبده وكندخلو للفران يتحمر. ممكن اننا ندهنوه بلا مونطاغد، انا فضلت ان ندهنو بالزبده. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما كيتحمر ليا اللحم وكيطيب. كنرافقو بهذاك الرز اللي وجدت. كيجي واحد الطبق اللي هو هائل وبنين. جربوه غيعجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، ما تنساونيش من الدعم.